بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنتخب التونسي يهدي التأهل إلى منتخب مالي، وبالضبط مدرب المنتخب التونسي يهدي الانتصار إلى منتخب مالي، بحيث أن المقابلة كانت جد قوية في بدايتها مع تدخلات خشنة من المنتخب المالي، مما استدعى الحكم إلى إعطاء الكارت الأحمر إلى اللاعب كوليبالي في الدقيقة 27. من الدقيقة 27 والمنتخب المالي تلعب بنقص عددي، ولم يستطع المنتخب التونسي تسجيل الهدف إلى في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب شواط. ومن بعد ما كنا في الوقت بدل الضائع اللي كان ديال 4 دقائق، في الدقيقة الثالثة استطاع اللاعب سينايوكو تسجيل هدف التعادل من ركلة الجزاء، ودخل المنتخبين إلى ركلة الجزاء اللي أعطت الأفضلية إلى المنتخب مالي ب3 أهداف ل2. الغريب في الأمر أن اللاعب هانيبال كان أحسن لاعب في المقابلة وأحسن لاعب المنتخب التونسي، وكان محرك المنتخب التونسي. تغييره علامة استفهام كبيرة، ساعة ما تغير هانيبال المنتخب التونسي ضاع المستوى ديالو. المنتخب التونسي أعطى فرص أكثر إلى المنتخب المالي لتنتهي المقابلة ب3-2 في ركلات الترجيح، وب1-1 في المقابلة وبعد الشوط الإضافيين. نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في المسابقات المقبلة، ونتمنى أن نشوف أن الأشياء تتحسن في المنتخب التونسي، لأن نتائج كأس العرب كانت كارثية، والآن نتائج كأس إفريقيا كان ممكن الفريق يروح فيها إلى ما هو أبعد. لازم من المدرب يراجع أوراقه. ما عرفتش علاش دار تغيير غريب اللي تنوضع عليه علامة استفهام كبيرة. رجاء الاشتراك في القناة ودعمونا بلايك ليصلكم كل جديد، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.